السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعًا الفيديو اللي فات إحنا كنا قدّمنا لكم في قناة إسلام وان فيديو عن إن إحنا نغيّر شكل العربية من قدّام، وكنا اخترنا شوية قطع في الفيديو اللي فات، اللي ما شافهاش يرجع لنا تاني في الفيديو اللي فات ويشوفها، والنهارده هنبدأ بأول جزء في الفيديو اللي فات اللي هو الفوانيس. هنبدأ النهارده بالفوانيس. أول حاجة طبعًا هنفتح الكبوت عشان طبعًا نقدر نفُك الفوانيس من فوق. الفوانيس هنلاقيها متركبة ب3 مسامير من فوق. أدي 1، 2، 3، 2 من فوق أهو، وفي واحد من الجنب. هنبدأ نفُك المسامير دي، وبعدها هنلاقي الفانوس معانا بيطلع زي ما هنشوف دلوقتي. إحنا بنفُك أول مسمار طبعًا ده بيبقى مسمار 10 على حسب أنت رابطه إزاي أو موجود إزاي، وبتفُكه بالكامل طبعًا مش تهوّي بس، لازم تفُكه كلّه لغاية لمّا المسمار يطلع كلّه، وتحافظ على المسامير دي لإن المسامير دي أنت هتربط بيها تاني، وطبعًا دي مسامير مخصوصة شوية يعني. بتفكها خالص وبعد كده بتطلّع ال الفوانيس بتسحبها لبرّه سِنّة صغيّرة كده بإيدك، بتروح الفانوس طالع معاك. هيبقى ما تشدّهاش أوي، لإن طبعًا بيبقى في سلكة اللمبات اللي راكبة في الفانوس، فهنحاول نطلّعها بالراحة أيوه كده، بعد كده نشوف طول السلكة بتاعة الفانوس بتاعتك، ونبدأ نخلع الجاكات بتاعة اللمبات، علشان نقدر يبقى الفانوس حُر معانا نقدر نطلّعه نسحبه من العربية خالص. طلّعناها بالراحة أهي بشويش أهي. طبعًا الفانوس ده فيه سلكة برضه كده راكبة في اللمبات، كل واحد طبعًا بيبقى عنده عارف الفانوس بتاعه الكهربا بتاعته عاملة إزاي. كده إحنا خلعنا الفوانيس خلاص، ده الفانوس الجديد اللي إحنا هنركّبه. تركيبه سهل برضه زي ما خلعنا كده الفانوس القديم، طبعًا بعد ما ركّبنا اللمبات بتاعته، كل لمبة في مكانها. وبعد كده إحنا طبعًا أهو بنورّي لكم أشكال أماكن المسامير. تحت بقى الفانوس فيه حتّة فِبرة صغيّرة أهي، دي بتركب لوحدها بمسمارين من تحت، تتربط بمسمار صليبة أو مسمار عادة زي ما هو موجود عندك، بتركّبها قبل ما تقفّل فانوسك، وبعد ما بتركب بيبقى شكلها زي ما إحنا شايفين كده، وبعد كده بترجع تقفّل بالراحة خالص، لازم الفانوس يركب مستريّح. ما تبقى طبعًا هنركّب الكابلات الأول طبعًا بتاعة اللمبات دي عشان يبقى الفانوس شغّال معاك، وتقدر تعمل check كمان قبل ما تركّب وتقفّل مساميرك، إنّما لو أنت واثق فأنت بتركّب وبعد كده بتقفّل مساميرك على طول. فأنت بتركّب طبعًا كل لمبة في مكانها، الإشارة فين والواطي فين والنور الصغير فين. طبعًا بتشيّك عليهم، اللي محروقة بتشيلها، اللي لونها اللي نورها ضعيف يعني بتغيّرها كده، وبتركّب بالراحة لغاية لمّا تقفّل معاك. طبعًا لازم القفلة بتاعة الفانوس الجديد تبقى قافلة معاك مع الرفرف، مع الإكسدام، الفبرة اللي تحت الفانوس اللي أنت مغيّرها، لازم تبقى قافلة كويس على شكل الفانوس، وقافلة معاك على شكل الإكسدام، وبتحاول تضبطها وتقفّل على كده برضه نفس زي ما فكّينا، 3 مسامير، 1، 2 والتالت اللي من الجنب. وهنربط ال3 مسامير اللي إحنا لسه موريينه لكم دلوقتي دول، وبكده يبقى إحنا قفّلنا الفوانيس، هتبُص على شكل العربية من قدّام، هتلاقي العربية شكلها حلو وهيضبط معاك إن شاء الله بإذن الله. طبعًا ما تنسوناش باللايك والشير، لإن الحاجات دي بتدعمنا وبتخلّينا نقدّم لكم فيديوهات أكتر، وإن شاء الله دايمًا تبقى قناة إسلام وان عند حُسن ظنكم دايمًا.